أنتم تستمعون إلى الحلقة التعريفية، الحلقة 0 من بودكاست اسمع. أنا ماسي نهابت، وراح أكون وياكم بحلقات منوعة من خلال منصة أنغامي وباقي المنصات التابعة لي. راح نحكي بمواضيع منوعة: فن، علوم، ثقافة، وموضوعات اجتماعية، وترندات مواقع التواصل الاجتماعي، وأحداث تهمكم وتهم المتابع العربي وين ما كان. وهذه شوية معلومات تعريفية عني حتى المتابع يعرف المن جاي يسمع. أنا اسمي ماسيس نهابت، عمري 38 سنة. حاليا أنا مصمم ومصور وصانع محتوى بالموبايل. بدأت مشواري بصناعة المحتوى والمونتاج والتصوير من 2010. بلشت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدين صرت التصوير من 2012، بعدين درجت إلى باقي الأعمال اللي اشتغلتها من مبيعات وتسويق وكتابة محتوى وإدارة صفحات. فمن خلال هذه التجارب من 2010 إلى 2024 صارت عندي هواية تجارب وخبرات بهذه المجالات، وتابعت المواضيع والشؤون اللي أنا أهتم بها دائما، اللي هي بالدرجة الأساس الفنون وصناعة المحتوى والسينما والإنتاج الإعلامي والفني. فلهذا بعد كل هذه السنين قررت أنه أنا أسوي ب2019 أول حلقة لبودكاست إلي على مواقع التواصل الاجتماعي، واختاريت أنغامي كمنصة حتى أنطلق منها. وطبعا الموضوع ما كان سهل، لأنه تعرفون التسجيل يحتاج لجودة ويحتاج لمعدات ويحتاج أنه تكون متفرغ للموضوع ويكون عندك أجواء مناسبة للتصوير. فكل هذه الأشياء ما كانت متوفرة عندي، لكن الحمد لله حاولت أنه أرتب الأمور ونضبطها بحيث أنه نطلع بمحتوى مناسب يليق بالمستمع العربي الموجود على المنصات، سواء كان أنغامي أو باقي المنصات. وممكن شوي شوي نطور المعدات ونطور طريقة التقديم والإعداد، وحتى نسوي فيديو بودكاست بالمستقبل. هذه كلها شوي شوي تجي، بس بدعمكم وتشجيعكم ومتابعتكم واستماعكم للبودكاست راح نقدر نحقق هذا الهدف. أما عن بودكاست شنو المواضيع اللي راح نتناولها؟ راح نتناول كل المواضيع الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كانت اجتماعية، رياضية، فنية، وموضوعات إنسانية تخص العلاقات العامة والصداقة، وكل موضوع يهم المتابع العربي. يعني كل حلقة راح تكون حلقة مختلفة عن الثانية بمواضيعها. وممكن نسوي سلاسل معينة، مثلا تكون سلسلة مثلا أخبار أسبوعية، أو مثلا راح نسوي سلسلة مثلا عن موضوع معين نجزأه إلى حلقات حتى نغطي الموضوع بشكل كافي. فأتمنى أنه تكون الحلقات والمواضيع اللي نطرحها عند حسن ظنكم واهتمامكم وتنال إعجابكم، ودائما نسمع الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي. تقدرون تتواصلون حتى نقدم محتوى يليق بكم، ونقدر نفيدكم ونستفيد ونوصل فد معلومة قد تكون غائبة عن البعض، وقد تكون تحتاج لتأكيد عند البعض. وأعرف أنه صناعة المحتوى وصناعة البودكاست والإعلام بشكل عام مو موضوع سهل، وأكيد المعلومات اللي نتناولها تحتاج إلى بحث وتدقيق وإعداد جيد. وبعض المعلومات اللي راح تسمعوها راح تكون من خبرتي الشخصية خلال 14 سنة، وبالإضافة إلى رأيي الشخصي قد تختلف أو تتفق وياه. واختلاف الرأي هو أساس الحوار والتعلم والتفكير بطريقة صحيحة. أتمنى البودكاست وحلقاته تنال إعجابكم وتفاعلكم. شكرا لكم على استماعكم للحلقة التعريفية الأولى من بودكاست اسمع. تحياتي.